توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، فما يك من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. يوم جديد وفيديو جديد من بيت أوسة ومامة أوسة. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وراحة بال يا رب العالمين. قول لهم بحباحوا، قول لهم ازيكم عاملين ايه. كل سنة وانتم طيبين، وعيد أضحى مبارك علينا وعليكم إن شاء الله بإذن الله. اتأخرت عليكم يا بنات عشان خاطر احنا عيانين خالص واخدين دور برد وحش. حتى أوسة اهو بصوا دلوقتي كح وشرق قدامكم. بجد دور صعب قوي 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 في الصيف دوت. السخونية بقى يا بنات مع الكحة صعب قوي قوي قوي. ربنا يا رب يشفي يا رب ابني يا رب ويشفينا يا رب جميعا. عايزة اقول لكم اسبوع العيد ده كان اسبوع نوم فقط لا غير، نوم من غير اكل من غير شرب والله، ولحد دلوقتي والحمد لله. الحمد لله على كل شيء. هنا بقى بعد التعب بقى والارهاق وكده فقمنا كده ايه يعني نشد حيلنا بقى ونقوم نشوف اللي ورانا. هنا بقى كان عندي الدنيا زي ما انتم شايفين كانت تضرب تقلب. فقلنا ان احنا نقوم كده ونشد حيلنا عشان نستقبل الحاجة الجديدة اللي احنا جبناها لأوسة. فايه بقى يا بنات احنا اللي جبناه لأوسة؟ كملي معايا الفيديو للآخر وشوفي انا جبت لابني ايه. بجد حاجة مهمة جدا، ما تفوتش اي مامس جديدة عشان خاطر الحاجة دي مهمة قوي. انا ما كنتش جايباها بس جبتها، وفي تجربات كتير قوي انا عملتها. يعني بصوا زي شايفين انتوا السرير ده فعلا فكرة جميلة جدا جدا لأي حد ما معهوش دلوقتي ان هو يجيب سرير بيبي. انصح اي واحدة تعمله. وبطقم حلل كده كده احنا كلنا عرايس، فالعرايس بتبقى عندهم طقم حلل او طقمين مركونين في كراتينهم، فاحنا بنعمله من طقم حلل على بطانية طبعا من اللي احنا شايلينهم، فاهمة؟ فكل حاجة متوفرة معانا في البيت. هنا كده كنت بشيل الطقم بتاع أوسة اللي أنا كنت عاملاه له، ده بتاع العلاج تحطي فيه علاج وبامبرز وكده. غسلته، بس يا بنات ما انصحش أي حد إن هو يغسله لو عامله، علشان خاطر بينزل لون كتير قوي ولونه بعد كده ما بيبقاش زي الأول. أنا الصراحة يعني هو كان نضيف الصراحة، أنا يعني ما كانش متبهدل لدرجة إن هو كان متبهدل قوي. بس تعرفيش أنا غسلته ليه؟ يعني من ضمن بقى تنظيفات العيد وكده. بص هو انا لما طلعته كده من مكانه لا هو ما كانش فيه اي مشكله، بس لما حطيته بقى ان هو يتصفى لقيته نزل فانا لون بقول بقى لنفسي يا ريتني كنت سبته يتنشف في الغساله، لو كده كان ممكن يعني ايه الالوان ما كانتش نزلت منه قد كده. هو هنا بس كان في كام واحده هما اللي متبهدلين قوي، لكن الباقي ما كانش متبهدل معايا خالص. بس من ضمن بقى التنظيفات والتجديدات اللي انا هعملها لأوسة، فلازم ان انا اعمل كل حاجه على اكمل وجه لابني. ربنا يا رب يرزق يا رب كله مشتاق بالذريه الصالحه. كده بقى يا بنات حطيت الطقم كده يتغسل. فقلت كده اديله غسله. عايزه اقول لكم يعني حطيته اقل من دقيقه في الغساله. يعني انتوا شايفين الوقت اللي مكتوب ده؟ لا مش ده اللي انا حطيته. هنا بقى مسكت بقى المرتبه، حطيت بقى فيها كلور ورابسو وصابون، وقعدت ادعك كده فيها، وحطيت بقى المروحه فيها شويه ايه بتهوى عشان تنشف. هنا كده بوريكم البلكونه. عايزه اقول لكم حالتها وحشه جدا جدا بجد. التراب كان مسيطر على البلكونه دي بالذات. حتى المروحه برضه هفكه كله واغسله. بصوا هنا اهو كده بوريكم. هنا بصوا كده الشباك ده، كده الشباك الازاز من بره. بصوا بقى هوريكم بقى الشبك اللي جوه عامل ازاي. بصوا شايفين المنظر يا بنات؟ بجد الالموتان بيلم تراب جامد قوي، والخشب برضو بيلم تراب، بس الالموتان بحس ان هو اكتر لان انا عندي الخشب وعندي الالموتان، فانا حاسه ان الالموتان التراب بيسيطر عليه اكتر. وبالذات في الالموتان يا بنات اعملوا الفواتح، اعملي اللون الاوف وايت، اللون الابيض، ما تعمليش غامق خالص، ما تعمليش اسود ده نهائي. انا غلطه عمري ان انا عملت اسود بجد. يعني انا عاملاها اسود في البلكونه الصغيره دي. لا طب ما كنت اعمل فاتح. ليه انا عملت اسود؟ ما تفهموش. البرد يا بنات وحش قوي 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 في الصيف، والسخونيه صعبين قوي، والنور كل شويه يقطع طبعا زي ما انتم عارفين. بجد انا مش عارفه انزل لكم الفيديو ده خالص بسبب قطعان النور. هنا بصوا بقى كده بعد ما خلصت البلكونه، طبعا هنا انا عندي البلكونه صغيره قوي فمش هينفع اصور معاكم وانا بعملها، لان يعني مش يعني ما يعديش فيها اتنين جنب بعض. طبعا شايفينها صغيره قوي يعني. يعني دي يعتبر بلكونه جانبيه بتاعت اوضه النوم. كنت بفكر يا بنات ان انا اشيل الخشب اللي بره دوت، بس بعد كده لاحظت ان هو يعني بيمنع لي الاضاءه تخش لي اوضه النوم. يعني لو اوقات مثلا سبته مفتوح، طبعا الاضاءه بتخش لي جوه، اي صوت بيخش جوه اي حاجه
فانا حسيت ان هو مانع لي الاضاءه، بس انا نفسي اشيله الصراحه، مش عارفه ليه. بس برضو ادوني رايكم، ايه رايكم في الموضوع ده؟ لو وصلتي بقى لست الكل لحد هنا، تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك اي فيديو بنزله جديد ان شاء الله باذن الله. كبري كده عيلة دودو وأوسة، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا جماعه. قربت اوصل لل1000، ادعوا لي ادعوا لي ربنا يا رب يا رب يا رب اوصل كده لل1000 بقى يا بنات، واحقق الشروط بجد من حلمي ان انا قناتي تكبر. هنا بقى بقول لك ان السرير ده بجد من احلى السرير اللي انا عملته، انا عاملاه اهو بقالي سنه معاكم في القناه. عايزه اقول لكم جميل جدا، حلو قوي. طبعا يعني انت طبعا لما بيكون معاكي نونو صغنن وارد قوي ان انت تنامي فوقيه، والده يحط ايده عليه. بصوا يعني اوسى بجد كان انا كنت بنام وحاطه ايدي ورا ظهره. بصوا كنت بنام نومه بجد غريبه، غريبه وعجيبه، عشان خاطر يعني محدش يلمسه. كنت بقوم بقى من النوم يا بنات، ايدي تحسه يعني م- مشلوله. كلمه مشلوله دي قليله، يعني قليله عليها. فاخترعت السرير ده بجد من احلى الاختراعات اللي انا اخترعتها. طبعا انتوا عارفين في الوقت الحالي لاي حد طبعا الظروف ما بتبقاش سامحه، فاي حاجه بنقضي بيها الغرض. هنا بص، هو كنت بوريكم انا حاطه طقم الحلل، وحاطه الكرتونه بتاعه الكسرولات، بس دي طبعا كرتونه الطاسات، بس انا اصلا مطلعاها يعني، انا استخدمتها معاكم كتير. وعايزه برضو اعمل لكم ريفيو على الطقم الستانلس، تحفه قوي، ان شاء الله هعمل لكم ريفيو عنه، ونتكلم برضو مع عيوبه وايه الحلو اللي فيه. هنا بصوا قصة كده طالعة فوق، عايزة اقولكم فرحان قوي قوي. بصوا يعني فرحة بجد، كفاية فرحته مع انه صغير ومش فاهم، بس كان فرحان قوي يعني. هنا هو كان نازل معايا وطلع. هنا بقى قلت كده اما اكنس اديها كنسة كده سريعة عشان احط كل حاجة بقى ايه على نظافة. يعني كنت فرحانة قوي يعني. بصوا بصوا اللي بيعملوا فيا. عايزة اعرف بقى كده انتم متابعيني منين، ولو انتوا بقى من الناس اللي بتشترك اللي بتتفرج ما بتشتركش، اشتركوا بقى يا جماعة، اشتركوا بقى. مش عارفه انتوا خسرانين ايه لحد دلوقتي ان انتوا مش عايزين تشتركوا؟ مش فاهمه انا الموضوع دوت، نفسي افهمه. فيديو النهارده بسيط يا بنات وسريع، عشان خاطر زي ما انا قلت لكم كده ان انا تعبانه وابني تعبان وكلنا تعبانين والحمد لله. فالفيديو النهارده كده بسيط، ان شاء الله هكمل لكم الفيديو الجزء التاني عشان تعرفوا انا جبت ايه القوسه. بجد عملت له حاجه تحفه جدا بسعر رخيص قوي. فهقول لكم ان شاء الله الفيديو الجاي، استنوني وهتوحشوني من هنا لحد الفيديو الجاي. وأوسة بيمسي عليكم وبيصبح عليكم ويقول لكم صباح الخير يا خالتاتو، صح يا أوسس؟ وعيان يا جماعة، عيان وفطسان. استنوني بقى في يوم جديد وفيديو جديد من بيت أوسة ومامة أوسة، وباي باي.